السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو تحفة النهاردة. معانا سمك القراميط، ازاي نخليه من الجلد، ازاي تعمليه كريسبي من بره وجوسي زي ما انت شايفاه من جوه. شوفي قطعة السمكية عاملة ازاي، تحفة بجد. رز ابيض، وكمان بقية السمك عاملينه صيادية زي ما انت شايفة. الروس والديول عملناهم صيادية تحفة بجد، او سمك سنجاري. الطريقة مختلفة جدا. ادي طريقة خلي الجلد من السمكة. بتمسكيه كده بقماشة وتنزعي الجلد ده بالقماشة اللي انت ماسكاها، ضغط بايدك من تحت على السمكة نفسها، والضغط من عند العنق. بتشيلي بس الراس، بتذبحيه الاول، وبعد كده بتضغطي في المنطقة اللي انت شلتي منها الراس، وتشدي الجلد. هتشدي الجلد الناحية بره وتخليه زي ما انا عملته قدامك كده. سهل وسريع، بس اهم حاجة تذبحيه وتروحي سالخة الجلد على طول، وتقصي الجوانب والزعانف بتاعته. هتقطعيه بقى دوائر او تفلقيه نصين وتقطعيه قطع زي البانيه. وبعد كده نعمل الخلطة التحفة بتاعته، اللي هو توم وبصل. توم بس مفيش بصل، توم. معانا كزبرة خضراء، معانا فلفل اسود، معانا حبة من الكمون، حبة من الكزبرة الناشفة. هنخلط ده كله في الكبة مع حبة من الملح، مع الليمون طبعا ده اساسي في السمك، مع معلقه من هريسه الشطه. هنخلط ده كله، هنتبل السمك بتاعنا، هنركنه بس لمده ربع ساعه كده ياخد ويدي في الخلطه بتاعته. وبعد كده نعمل الخلطه الامر اللي هننزل فيها السمك عشان يبقى كريسبي من بره وجوسي من جوه زي ما انت شفتيه في اول الفيديو. معانا كوبايه من الدقيق، عليهم معلقه من الكركم والكمون، وذره من الملح، وتنزلي بسرسوب الميه واحده واحده لما يدي قوام الكيكه الخفيف كده، يبقى شبهه يعني. تنزلي بالسمك بتاعك بقى وتقلي. الزيت بتاعك هيفضل نضيف لحد اخر قطعه في السمك. بمناسبه الرز رجرة بتنزل في الخلطه دي، ما بتحفرهاش بدقيق خالص. احنا عايزين سمكنا يبقى نضيف وحلو، وفي نفس الوقت يبقى كريسبي، والزيت ما ينحرقش ويعملش دخان واحنا بنقلي. هتعملي بقى الخلطه بتاعتك كده وتنزلي بواحده واحده في قلب الزيت. ادي الزيت بتاعك، هتنزلي بقطع السمك، هتبقى شكل البانيه، شكل صدور الفراخ البانيه بالظبط، طعم وريحه واطعم كمان. تحفه بجد. هنخلص كل الكميه كده ونقليها، وبعد كده نعمل الروز بقى والديول صياديه او سمك سنجاري. تحفه بجد. جربوا وصفه السمك القراميط ديت، لو فعلا محدش بياكل سمك القراميط هياكلها، ومن حلاوته، من نظافته، من جماله، من الطريقه دي تحفه بجد. معانا بقى بصلايه، طماطمايه، قرن شطه. هنقطع كله جوليان مع حبه من خليط اللي احنا حشينا منه السمك. هنتبلهم كده مع بعض، ينزلوا العصاره بتاعتهم مع ربع كوبايه من الميه، ننزل بالرز والديول، وبعد كده نعمل الرز الابيض التحفه والسلطه. وادي كان الفيديو بتاعنا النهارده.